يا صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ معاكم ماري أنور، جاية لكم النهاردة بوصفة ازاي أعمل رز صيادية. بس الأول كل سنة كلنا طيبين وبخير، يا رب يجعلها سنة سعيدة على الكل. أنا بقى عملت الرز وقلت إيه أشكله بشوية جمبري. كل حبايبنا مش بيعرفوا يعملوا رز صيادية، أنا النهاردة هعمل لكم بطريقة سهلة. بس أبو الفيديو يلا بسرعة على الفيديو. هنجيب مع بعض حلة وهنحط فيها حوالي ربع كوباية زيت. عامةً رز سمك كان أبيض أو رز بني لازم يتعمل بزيت، وهانزل عليها ببصلاية كبيرة مبشورة. هنا البصل بقى بصلاية 2 اللي أنتِ عايزاه، بس أنا شايفة إن كمية الرز بتاعتي هتعوز بصلاية واحدة كبيرة مبشورة بالشكل ده، وأفضل أشوح فيها لحد ما آخد درجة معينة من البصلاية. أنا مش عايزاها دهبي ومش عايزاها حمرا، ده أنا عايزاها غامقة جدًا وهتشوفوها معايا. نبدأ نشوح كده لحد ما ياخد لون غامق جدًا، طبعًا إيدي فيها عشان ما تحرقش معايا وكمان تمرّر معايا، تمام كده. هنا الرز بتاعنا بيبقى ليه طريقة معيّنة، يعني برضه إحنا حبايبنا اللي في إسكندرية أو الأماكن اللي فيها سمك كتير عارفين يعني إيه رز صيادية، تمام كده، شايفين؟ طبعًا حطوا لي بقى اللايك يا جماعة وإحنا شغالين كده. آدي اللون بتاعي اللي أنا عايزاه، ولسه برضه عايزة أغمق من كده، بس تكون إيدي فيها عشان ما يمررش مني، شايفين؟ اوعي تبقى الحلة عندِك محروقة، لأ هو بيبقى لونه كده، تمام كده معايا؟ قلّبي بقى. أنا بقى هنا معايا رشة الملح بتاعتي، هانزل بيها وهابدأ أقلّب وهانزل عليها بمعلقة كمون، الرز ده بيحب الكمون، وما انساش أهم حاجة معلقة السكر، أيوه مهمة جدًا، هتخلّي البصل مكرمل وطعم الرز جميل جدًا. تقولي لي مثلًا الرز يبقى مسكر؟ لا يا قلب أختك، مش هتحسي بطعم السكر خالص في الرز بتاعنا، بس بتدّي له لون بني وبتدّي له طعم كده حلو أوي، بيروح مكان تاني خالص. طبعًا كده أنا معايا مَيّة مغلية، أنا هاعمل كوبايتين ونُص رز مصري بلدي، هاحط كوبايتين ونُص مَيّة، يعني بمعدل كل كوباية رز بكوباية مَيّة. أنزل كده على البصلة بتاعتي واسيبها تغلي خالص، وهاكون مجهزة الرز، ولمّا تغلي واحس إن كده خلاص دخلت في الغليان، هانزل عليها بالرز بتاعنا، شايفين؟ طبعًا هاضبّط حقيقي بقى لو كان عايز حياء، طبعًا أنا حطيت ملح في الأول، ومجرد ما يغلي هاضبّط حياء. كده أهو مضبوط جدًا، كده بقى هاغلّي معايا عشان المَيّة كانت سخنة، هانزل بالرز بتاعي غاسلاه ومصفّياه، وهادّيه كده تقليبتين وأضبّط كده المَيّة بتاعتي، شايفين كده لوني أصلًا المَيّة بُني قبل حتى ما يتسقي الرز، وهاغطّيه ويبدأ يخش في السِوَى، هارجع أقلّبه تقليبة واحدة، كده بعد حوالي 5 دقايق بدأ يغلي معايا، طبعًا المَيّة كانت سخنة، ما خدش معايا وقت، تقليبتين كده بالراحة عشان الرز بتاعي ما يتكسرش منّي ويعجن منّي، وبكده أهدّي عليه النار ولمّا يستوي هارجع أورّيه لكم. وبعد حوالي 5 دقايق ده شكل الرز بتاعنا، شايفين بقى لونه؟ بُصّوا جميل إزاي، حاجة كده عظمة بجد، ولا مكسّر ولا ني، مفلفل وحلو أوي. طب طبعًا أنا مش هاغطّيه تاني، هاسيبه يهدى وارجع أقدّمه لكم. وآدي الرز بتاعنا، بُصّوا بقى الجمال، كان عندي جمبري وقُلت أقلّي لكم كده عشان يبقى شكل الطبق حلو، أنتم بقى قدّموه مع رز، مع جمبري، مع سمك بانيه، اللي موجود عندِك. شوفوا الجمال بقى، ولا أكل مطاعم. بألف هنا وشفا، كل سنة وأنتم طيبين، عايزة بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، باشكركم جدًا وباقول لكم باي باي، سلام.